انا بقى اللي كان عليا غسيل المواعين، وده بقى اللي ايه كان المفروض يغسلها معايا. والله انت كداب، والله ولا حد قال لي اخسر واشتم ولا اي حاجه يا مصطفى. يا ابني قول الحقيقه، والله العظيم كداب. بص حضرتك، انا دخلت المطبخ كده ببص على الحوض، لقيت المواعين متكومه على الحوض قد كده، رحت طيارة على الصاله بره وما اشوفش اي حاجه تاني ساعات. وده اللي شاف المواعين وجري، ده بقى اللي ايه كان المفروض يغسلها معايا. والله انت كداب، هو انا اعرف المطبخ فين يا ابني؟ والله العظيم كداب، والله ولا حد قال لي اعمل اي حاجه ولا اي حاجه يا مصطفى. يا ابني قول الحقيقه. هما كانوا كام طبق يا مصطفى؟ هما كانوا 38 طبق و6 حلل ودستة معالق. يا ابني واحنا ذابحين جاموسه في الشقه يا ابني؟ والله العظيم كداب، والله حضرتك انا ما اكلتش معاهم اصلا، والله العظيم كداب، انا نباتي اصلا يا مصطفى. يا ابني والله، يا ابني قول الحقيقه، يا ابني قول الصراحه. دي صراحة ربنا. والله العظيم كداب، والله حضرتك انا ما اكلتش معاهم اصلا ولا حد قال لي اخسر ولا اعمل اي حاجه. والله العظيم كداب، والله حضرتك انا نباتي اصلا وبتغذى بعمليه البناء الضوئي بتاع رابعه ابتدائي. امال مين اللي كل 3 اكياس عيش؟ انا اكلت حاجه يا ابني؟ انا اكلت حاجه؟ والله العظيم كداب يا ابني، انا نباتي يا ابني. وده اللي ساب المواعين على الحوض، واللي ورايا ده اللي نازل جاب الاكل، وده راجل دحيح ما بياكلش اصلا، وده راجل على باب الله جايبينه كده عشان ديكور الفيديو، ملوش دعوه بالسكه دي، ملوش دعوه. ده بقى اللي ايه كان المفروض يغسل معاه. والله العظيم كداب، والله كداب، انا دحيح، انا دحيح. انا مش فارقه معايا، انا لو عايز ما اخليش معلقه وسخه بجنيه سلك وهمرشهم وقتي وتكير، انا مش فارقه معايا، عشان ما لقيتش صاحب ابن 60 في 70 جزيره 3 لكل تربيه يساعدني في غسيلهم. صحاب كل همها تدلع كرشها وتضحى